ازيكم يا جدعان في فيديو جديد. النهارده عندنا لعبه جامده جدا، وهي طبعا معانا لعبه ريماتش. بس لعبه ريماتش دي طبعا انتوا كلكم عارفين ان هي على الكمبيوتر وعلى البلاي ستيشن، بس انا جبتها لكم على التليفون. هتقول لي ازاي يا حريف جيمنج؟ هقول لك يا عم جبت لك لعبه بديله ليها، بس حرفيا هي نسخه طبق الاصل وبتتلعب اونلاين جينات او فيها تصنيفات في اللعبه، فاهم يعني؟ انت هتخش تشوفه دلوقتي في الفيديو. حرفيا اللعبه من اقوى الالعاب اللي شبه ريماتش. وبس كده، مش هطول عليكم اكتر من كده، خشوا شوفوا بقى الفيديو بتاعنا. وزي ما انتم ما شايفين كده، دي واجهة اللعبة ودي الاعدادات بتاعة اللعبة. تقدر تخلي كمان الكواليتي او الجودة بتاعتها عالية قوي. انا زي ما انتم ما شايفين كده خليتها عالية اعلى حاجة. طبعا انا كنت دخلت جربت اللعبة بقالي شوية يعني علشان افهمها لكم وافهمها لكم، بس ما غيرتش حاجة في السكن او الشخصية، فغيرها معاكم دلوقتي. هنلبسها يعني تيشيرتات حلوة كده محترمة تليق تليق باللعبة عامة. وبجد يا جدعان اللعبة دي من أحسن الألعاب حرفيا، لأن هي بتتلعب من غير نت وبتتلعب بنت، وفي نفس الوقت هي تقليد للعبة ريماتش، بس لعبة بجد عن تجربة، لعبة خطيرة انتوا هتشوفوها دلوقتي. وبصوا فيها حتى كل الاحتفالات، بس كلهم طبعا بفلوس. يعني انتوا لو قعدتوا شوية كده بس تركزوا على اللعبة وتلعبوا شوية لغاية اما تصنيفكوا عالي، هتلاقوا نفسكوا جبتوا كل الاحتفاليات وجبتوا كل التيشيرتات اللي انتوا عايزينها. فهي حرفيا جامدة جدا وعاملة زي ريماتش فعلا. ريماتش بتشتري فيها سكنات وبتشتري فيها شعر وبتشتري فيها حاجات كتير قوي، بس دي نسخة الموبايل بقى. زي ما انتوا شايفين كمان في احتفالية السجود، ونقدر نختار بقى شعر طبعا وكده. يعني انا هشوف التفاصيل ديت الصغيرة ديت وايه، واخش لكم على طول على الماتش عشان ما اطولش عليكم. وزي ما انتم شايفين كده هو دوت شكل اللعبة من جوه والجيم بلاي بتاعها او التحكمات بتاعتها. حرفيا يا جماعة انا اول لما دخلت اللعبة استغربت، يعني دي شبه لعبة ريماتش بالظبط. يعني حتى انا قلت انا لازم بجد اعمل لكم فيديو عنها. وكمان فيها ريمبو فليك، بس هي ما كانتش راضيه تظبط معايا الصراحه. بس انتوا كده لما تخشوا تلعبوا اللعبه هتلاقوها ظبطت معاكم واحده واحده، بس يعني كان في حاجه بيتهيألي يا اما انا كنت بعملها غلط. ولو عايزيني كمان انزل لكم فيديو عن المهارات بتاعه اللعبه وازاي تبقى محترف فيها، قولوا لي برده في الكومنتات وانزل لكم. بس زي ما انتم شايفين كده انا كده كنت داخل تدريب، ما كنتش داخل ماتش عادي. اللعبه كانت خرافيه، فيها تسديدات ار2 وباور شوت والدبل كيك بقى والباك وورد. فيها مهارات حرفيا زي ريماتش، بس طبعا ايه، مش خفيفه قوي زي ريماتش يعني. بس هي حلوه جدا الصراحه، حتى الجرافيكس بتاعتها حلوه زي ريماتش بالظبط. فدي حاجه الصراحه عجباني جدا في اللعبه، حتى الارتوهات حلوه والنتائج. بصوا حتى الجون ده كان جميل جدا. وبس كده، يعني هي دي كانت اللعبه اصلا. اللعبه الصراحه جميله. هوريكم كمان دلوقتي ماتش ليا وانا بلعب اللعبه. كنت الصراحه بلعب بطريقه غريبه، بس عشان ما كانش بالي كتير بلعب اللعبه يعني. وزي ما انتم شايفين كده، يعني ده الديفيجن بتاع اللعبة او التصنيف عامة وكده. دوت انت داخل ماتش عادي زي دوري عامة، بس ده كده من غير نت اوفلاين وبتاع. وتقدر تختار الماتش وتختار الفرق وتختار كل حاجة وتختار حتى الصعوبة والناس اللي بتلعب اصلا كام ضد كام، يعني 4 ضد 4، 2 ضد 2، 3 ضد 3. تختار التيشيرتات. يعني حرفيا اللعبة خطيرة يا جدعان. انا هخش دلوقتي اهوت معاكم ماتش اهو. ده قدامكم ماتش عادي جدا، لسه بقى بيعلمك وبتاع. وتقعد بقى انت ممكن تاخد اهو. بصوا الريمبو فليك ظبطت اهيت هنا، زي ما كنت بقول لكم هي ما كانتش قادره تظبط في التدريب، بس هي ظبطت هنا ومش قادره تظبط دلوقتي تاني اهو. تقدروا تشوتوا ار2 بقى ترافيلا، تقدروا تشوتوا بكل الطرق، تعملوا تاكلينجات كمان. في تاكلينجات وباصات وسروهات، يعني حرفيا لعبه كوره متكامله مش ناقصه اي حاجه. ادي ريمبو فليك كمان اهي. وطبعا يعني ما كنتش عارف اتمكن من ريمبو فليك قوي، لان ايه، مش جامد قوي في الريمبو فليك في اللعبه دي اهو. بصوا حتى الواد عمل عليا تاكلينج. هي كده انا ما بلعبهاش اونلاين عشان تبقوا عارفين، انا كده بلعب ماتش عادي جدا. الاونلاين لسه بقى ايه، بيتفتح لك بعد عدد ماتشات معينه. وهنا انا كنت طالع هجمه زي ما انتم شايفين وشوت الكوره، بس يعني الحارس صدها واخيرا. وبالتالي هنا الكوره كانت حالفه لما تدخلش الجون. قمت انا اتعصبت بقى على الناس دي ودخلت تكسيح فيهم. يعني بجد اللعبه ممتعه الصراحه. يعني حتى لما بتبقى بتلعب قصاد كمبيوتر، اي نعم انا خسرت، بس لما بتبقى بتلعب قصاد كمبيوتر برضه بتبقى حلو. يعني انا بصوا حتى لما لعبت ماتش دلوقتي خدت مش عارف كام كوينز. والاونلاين هيتفتح قريب يعني ان شاء الله جدا. فخليكم على انتظار اول لما الاونلاين يتفتح ان شاء الله. يعمل لكم فيديو واوريكم ازاي تخشوا تلعبوا اللعبه دي اونلاين. واسم اللعبه يا جدعان معلش اتاخرت عليكم، اسم اللعبه هو جالاكسي سوكر 3 دي 3 في 3. انتوا هتلاقوني كتبت لكم اسم اللعبه بالظبط تحت في الوصف او في الكومنتات، في اول كومنت مثبت.
وبس كده يا جدعان، فيديو النهارده كده بيكون خلص. اتمنى تكون اللعبه دي تكون عجبتكم. قولوا لي لو انتوا عايزين نكمل في السلسله دي ولا لا، ولو عايزين اكتبوا لي تحت في الكومنتات ان انتوا عايزين نكمل في السلسله دي. وسلام.